كتير جدا من المرضى بيجولنا بيشتكوا من ألم في مفصل الحوض، وبالرغم من الإشاعات بتاعتهم مبينة مشاكل في المفصل زي ليبرال تير، قطع في الشفة بتاع المفصل، أو اصطدام حقي فخذي اللي هو فاميرو استابدر امبنجمنت، ومع ذلك بنبقى برضو مش متأكدين من التشخيص بنسبة 100%. فبنعمل إجراء تدخلي بسيط جدا اسمه Diagnostic Hip Injection، حقن تشخيصي لمفصل الحوض. فكرة الحقن ده إن إحنا بنحقن الهيب جوينت، مفصل الحوض بتاع المريض، ببنج موضعي لوكال انستيك، وبنشوف نتيجة الحقن ده ونتابعه لمدة 6 إلى 8 ساعات. في خلال الفترة دي لو الآلام دي راحت تماما، معنى كده إن المشكلة كانت فعلا في مفصل الحوض. ولكن لو الآلام دي استمرت وما راحتش، معنى كده إن سبب أو مصدر الألم كان حاجة تانية غير مفصل الحوض. يعني كان ممكن يكون الألم جاي من العمود الفقري ومسمع في مفصل الحوض، أو جاي من الأنسجة أو العضلات اللي حوالين مفصل الحوض وليس من مفصل الحوض ذات نفسه.